إيه أكتر حاجة فرنسا مشهورة بيها؟ لو فكرت في صناعة العطور تبقى صح. باريس أصلاً اسمها مدينة العطور، بس اللي ما تعرفوش إن مصر هي السر، وتحديداً قرية شبرا بلولة. طب إزاي؟ في محافظة الغربية على بعد 97 كيلومتر من القاهرة هيقابلك ريحة مميزة، وهي دي بقى قرية شبرا بلولة، الأرض المصرية اللي بتنتج 60% من زهور الياسمين في العالم كله. وطبعاً الياسمين من أهم عناصر صناعة العطور في العالم. فيا ترى رحلة مصر مع الياسمين بدأت إزاي؟ في الستينات مواطن مصري اسمه أحمد فخري سافر فرنسا علشان يدرس، ومن هناك رجع بزهرة الياسمين علشان يجرب زراعتها في أكتر من مكان، وفي الآخر فازت قرية شبرا بلولة بالمنافسة بسبب نوعية التربة الطينية المناسبة لزراعة الياسمين وتوافر المياه والمناخ المناسب. وعلشان تكتمل المنظومة، أحمد فخري فتح مصنع للزيوت العطرية، ومن وقتها انتشرت زراعة الياسمين في القرية كلها علشان تسيطر مصر مع الهند على معظم إنتاج العالم من الياسمين. بس اللي ما تعرفوش إن زهور الياسمين حساسة جدا، والتعامل معاها لازم يكون بحذر شديد وفي أوقات محددة، وهو ده اللي بيحصل بالظبط. الحصاد بيبدأ من يونيو لديسمبر، وفي الوقت ده الأزهار بتتفتح بالليل علشان تنشر عطرها، وبعدها يبدأ وقت قطف الأزهار من 3 الفجر للساعة 9 الصبح. وبعد شروق الشمس الشغل بيقف، لأن الأزهار اللي فتحت وما اتقطفتش قبل كده عطرها بيروح وبتبقى غير صالحة للاستخدام. والأغرب لما تعرف إن الكيلو الواحد محتاج من 4000 ل 6000 زهرة، وعلشان استخراج كيلو واحد من زيت الياسمين محتاجين طن من الزهور، يعني حوالي 6 مليون زهرة. انت متخيل الرقم معايا؟ وعلشان المجهود الكبير اللي بيعمله سكان القرية في حصاد زهور الياسمين طلبوا زيادة أجورهم أكتر من مرة، وخصوصاً مع غلاء المعيشة. بس الحلو في الموضوع إن زراعة الياسمين فتحت لسكان القرية باب رزق تاني، وهو السياحة، لأن بعض الشركات بقت بتنظم رحلات داخلية لزيارة مزارع الياسمين، وكمان المشاركة في الحصاد لو حابين. وفي البداية وصل عدد الزوار ل 300 فرد للسياحة أسبوعياً، بس أهالي القرية عندهم أمل يعملوا مهرجان للورد أو لزراعة الياسمين بعد كده. صحيح الهند تيجي بعد مصر في زراعة الياسمين، لكن الياسمين المصري معروف بجودته العالية ويعتبر الأجود عالمياً، وعلشان كده بيصدر لدول كتير وأولها فرنسا. المهم إن الياسمين مش بيدخل في صناعة العطور بس، لا، كمان مادة مهمة في صناعة التجميل والصناعات الطبية زي زيوت التخدير. وعلى حسب الأبحاث استنشاق الياسمين بيحسن الحالة المزاجية ويزود المشاعر الإيجابية ويرفع مستويات الطاقة. وعشان موسم الحصاد يعتبر مصدر رزق لناس كتير في القرية بيستنوه من السنة للسنة، وخاصة الستات وكبار السن. الأهالي بيحددوا مواعيد حفلات الزفاف على أساس موسم الحصاد. فهل سبق وسمعت عن قرية شبرا بلولة قبل كده؟ وممكن تفكر في زيارتها ولا إيه؟ شاركوني برأيكم في التعليقات.